باش نخبي فرحتي عليه كذا يعني الاخرين ما كنتش فرحان، ما كنتش يعني لا ما كنتش فرحان. ماذا بالي دارت الدخل نحن معنا يغيب علينا اليوم شكل كنزاري عنده ظروف عائليه. تحيه ليه ضيفنا وسعيد جدا وشكرا على قبول دعوه سي احمد تويري. مرحبا بك. وبيك يعيشك خويا مهدي وبالوخيان الحضور حمدي وكمال وبكافه المستمعين نتاع يافام. ضيف عندكم اليوم ان شاء الله نكونوا ضيف خفيف ظل ان شاء الله، وان شاء الله بقدره ربي نجاوبوا على التساؤلات الكل المطروحه كيك سواء من هنا من البلاتو ولا حتى من الجماهير التفاعل معنا. يعطيك الصحه سيدي احمد. اكيد باش نحكيو برشا عن النادي الافريقي. قبل كل شيء باش نبداو الحصه نتاعنا بالتتويج في الدوري الافريقي. سان داونز تنتصر على الوداد البيضاوي 2-0. هي البطله النسخه الاولى من الدوري الافريقي. كمال الناس كل حبت الوداد، لكن اليوم سان داونز ظهر لي ورات اللي هي تنجم تكون بطله افريقيا عن جداره كذلك. شوف يعني ظهر لي سان داونز كان يعني يستحق باش يتوج بالنسخه الاولانيه نتاع السوبر ليج. كتشوف المباراه تاع المغرب بالرغم من الهزيمه مع الوداد، لكن قدم مباراه كبيره، قدم مستوى محترم جدا، سيطر كذلك. عنده لاعبين ممتازين، فريق متكامل، عنده اطار فني، عنده مده موجود في الفريق. دونك حتى مباراه نتاع اليوم الفريق كان منظم، كان راكز فوق الميدان. في حتى وقت من الاوقات تحس اللي الوداد ممكن تنجم تقلق فريق سان داونز. دونك فريق ممتاز يستحق التتويج نتاعو هذايا اللي ما يملكه من امكانيات فنيه وامكانيات بشريه حتى على المستوى الجهاز الفني نتاعو. يعني كتشوف لي ديتاي نتاع الجهاز الفني نتاع المدرب وكيفاش يخدموا كيفاش التطور اللي صار. دونك سي با هازار يعني باش توصل للمستوى هذايا سان داونز. ونعرفوا سان داونز راهو من المواسم اللي فارطه اوكي الفريق ما توجش، لكن قاعد يقدم في مستوى ممتاز، قاعد يوصل فينال ولا كاري، قاعد يقدم في مستوى ممتاز، قاعد يتطور. يعني تحس فما كرة عصرية في المباريات اللي يلعبها. كما قلت مرة اللي فاتت ترى سان داونز وقت اللي مباراة الذهاب لعبها مع الوداد ما تحسوش يلعب في المغرب، تحسه يلعب يعني يلعب في بلاده مرتاح، فريق مرتاح يعرف يلعب كرة، عنده برشا امكانيات اللي ممكن الفريق وصل للمستوى هذايا بعد مجهودات كبيرة وبعد تخطيط كبير، على خاطر سان داونز ما كانش الفريق الكبير في السنوات العشرة الاخرانيين ولا ال20 سنة الاخرانيين، ما كانش من الاسماء الكبيرة من النوادي الكبيرة، لكن المواسم الاخيرة هذه فريق قاعد يتطور من موسم لموسم، وفي الاخير توج باول نسخه نتاع السوبر ليج. زوز اهداف اللي قبلهم اليوم وداد. الهدف الاولاني في 45+3 تسديده، الحارس رجع الكره، فما سوء تركيز من لاعبين الوداد. والهدف الثاني كان يعني خطا فادح من وسط الميدان، تفكت الكره يلقى روحه راس اللاعب خبره كبيره بكاليتي زاد كبيره ياسر، حط الكره في الفيليه، وهكا سان داونز يتوج هو باللقب. كل صراحه مهدي هو انتصار مستحق وواقعي. يعني المقابله في حد ذاتها، يعني الفريق اللي يعمل اقل اخطاء باش ينتصر واضح. الوداد ما كانش في المستوى نتاعو المعتاد اللي شفناه في المغرب، اللي كانت فما نوعا ما من السيطره، وكان فما فوليوم دو جو كان موجود بالنسبه فما روح وفما اغريسيفيتي اوفونسيف سيرتو القدام. في المقابله هذايا ما كانش، هذايا كله ما ريناش، لا شفناه على الاطراف لا شفناه في العمق، ما شفناش فرص واضحه بالنسبه للوداد، بخلاف يعني كره بالراس اللي جات في دين الحارس. يعني ريالمون سان داونز كان هو الافضل على جميع المستويات، وخاصه في خلق الفرص وخاصه في تجسيمه، وهذا البلوز امبورطون بالنسبه في تيتر كيما هكايا وفي النسخه الاولى نتاعو. مبروك للسان داونز اللي عنده فريق محترم جدا، اللي فريقه يعني كيما يلعب لك خارج القواعد، كيما يلعب لك في القواعد نتاعو، نفس الافكار نفس الثوابت، اللاعبين في حد ذاتهم، وهذا المهم اللي يطبقوا في الافكار ويكونوا ابليكيف. ساعات تلقى يعني حلول من اللاعبين في حد ذاتهم اذا تصعب عليهم الحلول والافكار ما مشاتش، ما خلتش فريق يكونوا يوصل لقدام، تلقى اللمسه الفنيه توش تكنيك من بعض اللاعبين اللي يصنعوا لك الفرق، وهذا محدث في المسابقه هذه. شفنا فريق المغربي يعني حاول، وشفنا ردة الفعل نتاعو ما كانتش يعني بالطريقه اللي نستناو فيها الكل، وهذا راجع الغيابات بعض اللاعبين، وخاصه جبران اللي هو الدينامو نتاع يحيى جبران الدينامو نتاع المغرب، اللي هو يطلع لك في الريتم، وهو اللي يهبط لك في الريتم، وهو اللي يعمل لك الرونفورسمون على اليمين وعلى اليسار، يعرف وقتاش هو اللي يحط ساقه على الكره، ولا هو اللي يحط ساقه على الكره، وخاصه الوقت اللي يحط ساقه على الكره فما اوتوماتيزم صار يصير ما بين اللاعبين القدام اللي يعرفوا كل واحد لي موفمون نتاعو وين باش تمشي. هذا ما صارش
هارد لك الوداد اللي هو فريق طيب، فريق ممتاز، ومبروك لسان داونز. احمد كلمه على تتويج سان داونز، الي روتور على زوز مباريات، يستحق ولا لا؟ الحقيقه تتويج مستحق ومنتظر زاد جدا بارابور كما كانوا يحكيوا الاولاد على القيمه الفنيه، وخاصه معناها الفكر اللي قاعد يقدم فيه سان داونز هذا مده السنوات الاخيره. فما دو فولي الحقيقه اللي هما معناها يجلبوا الانتباه. شوف المدرب نتاع سان داونز بدا يخدم في اكتوبر 2022، دونك فما استمراريه على مستوى الافكار، فما يمكن اختلاف صغير اللي توا توندونس يمكن هي التوجه نتاع المدربين الشبان. المدرب هذا يخدم برشا كاسيستون مع بيتسو موسيماني حتى وقت اللي يتوج، دونك اونترينور مستانس باللي تيتر عنده خبره، ابار كونه اونترينور معناها تري دوي. ونعرف معناها دوبري نسمع اللي يحكيوا عليه بارابور المدرب هذا اللي متيم ومغروم برشا بالفكر، خاصه الانجليزي والالماني مشى يعمل فورماسيون في المانيا، يخرج يتابع يعمل لي فورماسيون. فما ستاف الارجي زاد يخدم معاه كيف فما عمل قاعدي كبير قاعد يصير لهنا. هذا بطبيعه معناها متركزين خاصه على الموارد الماليه، فما موارد ماليه كبيره. اليوم كي نشوفوا اللاعبين اللي تم انتدابهم والسوق الناس تتوجه لسوق الامريك اللاتين، فما لاعبين شفنا اليوم من الشيلي ولا من البرازيل لهنا موجودين مع سان داونز. كما قلت لك فما استمراريه، فما فكر نتاع مدرب الحقيقه اللي هو معناها صغير في العمر 36 سنه لكن كبير في الفكر، على خاطر فما افكار قاعد يحب يطبق فيها نشوفوا فيها في التريو نيفو. بعض الاوقات يمكن باش نربط مع حمدي وكمال، صحيح وصل هو بيدو معناها عمناه الخرج في دور نصف النهائي من الشامبيونز ليج مع نفس الفريق، لكن نتصور كان دفع ضريبه شويه الافكار نتاعو. مدرب يحب يلعب برشا كره نظيفه، كره جميله، كره معناها فيها ارتستيك برشا، يحب يخرج الكره بسلاسه من مناطق خلفيه نتاعو، قاعد يعمل في برشا موفمون في وسط التيران. في بعض الاوقات تو باي كاش وقت اللي تغلط وغلط وخسر، لكن فينالمون لكل مجتهد النصيب. واليوم وقت اللي اجتهد اليوم كانوا من نصيبه السوبر ليج هذه. عندك مضيف كمال؟ لا يعني كما قال توا على المدرب راهو ما تنساش فما كونفونسيون ما بين سان داونز وما بين بايرن كل عام شهرين ثلاثه يمشي يعمل ستاج في المانيا باش يطور من الامكانيات نتاعو، مش معناها يوصل فينال ولا يوصل دمي فينال ولا يهز تيتر اللي هو وصل. مالوريزمون العقليه دي قعدت كان عندنا نحن برك يعني يستخدم دي بروجي كمان ولا اي نحن مالوريزمون نهزوا تيتر، الانترينور يهز التيتر يقول لك هكا هو سي بون العام الجاي نكمل في نفس الريتم ونفس الواحد. بالعكس هما العباد هما عباد مونتاليتي اخرى، يهز تيتر ولا ما هزش ديما يحاول يقدم يحاول يطور من روحه، خاطر الكره توا انوفاسيون صحيح. كل يوم فما حاجه جديده صحيح. كل جمعه فما حاجه جديده، كل ماتش فما حاجه جديده. دونك ما تتبعش وما تطورش من روحك باش نقعدوا في نفس المستوى، باش نقعدوا ديما نحكيو على لكن حاجه بركه باش نضيفها لكلامك، هذا بروجي ممنين به ما بين اطار فني واداره وكل مكونات النادي نتاعو، على خاطر معناها اللي لوبجيكتيف ديكلاري بارابور للنادي اللي هم يحبوا يسيطروا على الكره في افريقيا بوندون لي زاني معناها القادمين الكل قدام، معناها الناس تحب تسيطر بالقدام. لا انا قلتها يعني اعطيت فكره مره، قلت علاش نحن ما نعملوش كل مثال ناخذوا الجينيراسيون تاع اللي تخرجوا تاع 2000 ولا 2002 ولا 2003، ناخذوا جروب تاع مدربين اللي تخرجوا اللي تحصلوا على الكاف A ولا الكاف B